لم يدخر الناخب الفرنسي خلال تحضيراته الأخيرة للدخول للمباراة الأولى من كأس إفريقيا للمحليين أي جهد، فالمنتخب أجرى العديد من اللقاءات الودية وهو في طريقه إلى ملعب بيتور موكوبا ستاديوم بمدينة بولكوانا الجنوب إفريقية، لكن المنافسة لم يكن بالسهل، فهو المنتخب الكونغولي صاحب لقب البطولة للعام 2009 والتاريخ الكروي المتميز والأداء الذائع في أفريقيا. ومع بداية صافرة حكم المباراة الجزائري محمد بنوزة ووسط غياب وسط الميدان ممثلين في كل من محمد تقي الله الدنة ويعقوب دين، ظهر المنتخب الوطني المرابطون بأداء مشرف نال التجاوب العاطفي من الجمهور الرياضي الموريتاني والأجنبي، إلا أن نرفزة اللاعبين بسبب الصيحات المتوالية من صافرة الحكم أمور أعاقت الطريق صوب المرمى الكونغولي الذي تمكن أصحابه بفضل الخبرة الدولية والتحكيم المنحاز كما يطلق عليه البعض من الحصول على ضربة جزاء كانت كافية لزيارة مرمى الحارس الوطني سليمان جلو، وتنتهي المباراة بخسارة المرابطين هدف من دون مقابل، خسارة لكنها كانت مشرفة أمام عملاق كونغولي وأرجعها اللاعبون إلى عدة أسباب. الاربيت يعد فرفع على الاخطاء وضربة جزاء ما خارجة يعطي اسم لي كارتون ما خارجين مولي عادي ماتش بالون هذا كيف ان شاء الله مزالنا ده ماتش بور سكاليفي وندور ان شاء الله نعدلوا فيهم ذاك. وكان الحكم كان بالنسبه لي ما نقدر نتكلم عنه، قال واحد اللي كان دون المستوى، صفر شيء ضدنا وصفر شيء مولي علينا وده طبيعي، غير انا حاسس انه ما كان كفء المباراه، يبقى حكم كبير يا غير ما توفقته ذاك النهار، وهي صيفه الكره ومتاسفين للجمهور. كنا من البدايه ما كنا شاكين عنه نقدر نعدلوا هذا، غير بنقر سير المباراه حسينا عنه كنا نقدر نعدلوا اكثر، غير قدر الله ما شاء فعل. ولعل الحظ ابتسم قليلا للمرابطون بعد خروج المنافسين القادمين البوروندي والغابوني بنتيجه سلبيه من دون اهداف، الامر الذي جعل المدرب الوطني باتريس نافا ينظر بكثير من التفاؤل للجولات القادمه. طبعا بوصفي مدربا أشخص الأوضاع دائما، لكن لا يجب أن نتسرع. صحيح أن بوروندي والغابون خاضا أول لقاء لهما في هذه البطولة الإفريقية. الآن أنا متفائل في البحث عن نتيجة إيجابية أمام بوروندي وبعد ذلك الغابون. وعلى العموم تواصل العناصر الوطنية تحضيراتها بخطى ثابتة، وتعد الجماهير الرياضية بأن المستقبل من البطولة يحمل العديد من المفاجآت السارة. خسر المنتخب الوطني المرابطون أمام الكونغو بسبب عقدة المشاركة الأولى أم بسبب التحكيم لا يهم، المهم أن هذه الخسارة ليست نهاية المطاف، وأن المباراة القادمة ستكون الفيصل بين حجز تأشيرة المرور إلى الدور الثاني من كأس إفريقيا إلى المحليين أو العودة إلى مطار نواكشوط. محمد الحيل، تلفزيون موريتانيا، بولكوانا الشرقي، جوهانسبرغ، العاصمة الجنوب إفريقية.